في بدايه السنه اتصدم متابعين اندرو تيت بان السلطات في رومانيا دهمت بيته وقبضت عليه هو واخوه. السؤال بقى الاهم، مين هو اندرو تيت؟ وليه الراجل ده اتسجن؟ اندرو تيت هو لاعب كيك بوكسنج نص امريكي نص بريطاني، ولكن السبب في شهرته هو الدورات التدريبيه اللي هو بيقدمها. بيقدم دورات تدريبيه بعضويات مدفوعه، الدوره دي بتبقى عن رياده الاعمال، تزود ثقتك بنفسك، كلها حاجات ايجابيه. وبيمتلك جرأه غير طبيعيه، زي ما احنا بنقول كده الراجل ده دغري، ملوش في اللف والدوران، انت وحش يقول لك انت وحش، وفيما بعد هتبقى هي دي النقطه اللي هتوديه في داهيه. في سنه 2022 بقى مشهور جدا، واسمه بقى مصنف من ضمن الاسماء الاكثر بحثا في 2022، وبقت فيديوهاته منتشره في كل حته عندنا، فبقت تفتح اي منصه تلاقي راجل اصلع لابس نظاره قاعد عمال بيديك نصايح، والشباب بداوا يترجموا مقاطعه وينزلوها على ستوريات الواتس. اما بالنسبه لديانته فهو زي اغلب الغرب، الديانه المسيحيه، لكن تيجي تسمع اللي الراجل ده بيقوله تلاقي ان عنده افكار كتير مقاربه قوي للافكار بتاعه الاسلام. يعني اللي هو سبحان الله يا اخي تحس ان هو مسلم. ده غير ان ليه فيديوهات كتير بيدافع فيها عن الاسلام وبيحترم احترامنا كمسلمين للديانه بتاعتنا وللرسول عليه الصلاه والسلام. Yeah. What's your thought on Islam? I think it's the last religion on the planet. You think it's the right religion? I think it's the last religion. So if it's the last true religion on the planet, then it has to be the correct one. فهتلاقيه مثلا واقف ضد حوار الشذوذ ودعم بتوع الالوان والكلام دوت. كمان هو ضد الافكار الغربيه، زي مثلا ان الست يبقى عندها اكتر من صاحب راجل، وبينتقد في فيديوهات كتير الممثلين والمؤثرين والمغنيين اللي بيدعموا الماسونيه وبينشروا فكرها، وبيفضح الرموز الشيطانيه اللي هم بيحطوها في حفلاتهم واي حاجه بتندرج تحت البند دوت. وبرغم ان الافكار دي كلها انا بتفق معاها، الا ان هو الصراحه عنده كلام كتير ما يتناسبش معانا، فالكلام من هنا بقى بيبدا ان هو يبقى خطير عليه هو شخصيا. اصل خد بالك اللي بيطلع يقف قصاد الناس ديت لو هو انسان عربي في الاغلب بيتاذى، لكن تخيل بقى ان اللي بيحارب هو شخص غربي، واحد منهم، لا وشخص ليه جمهور واسع وعدد محبين كبير، فده في حد ذاته كارثه بالنسبه لهم، لان المخططات دي اللي واقف وراها مؤسسات كبيره، شركات، انظمه دول كامله، انديه كره قدم، لعيبه، والناس ديت ايديها طايله، يعني بتعمل الموضوع ده بالغصب. فهتلاحظ مثلا ان المنتخب الالماني في كاس العالم كان مستميت في الدفاع عن حوار الالوان، تحس ان اللعيبه كانوا متهددين. وهتلاحظ ان شركات ضخمه زي شركه ديزني مثلا بقت بتزرع الكلام ده علني، عيني عينك، في برامج الاطفال، الموضوع اللي انا بقالي شهور عمال بهاتي فيه. الموضوع بدا يتطور لحد ما خلاص اندرو تيت وصل لنقطه لازم يتوقف عند حد، ونصحى الصبح على كارثه. كل منصات اندرو تيت اتقفلت، انستجرام، فيس، يوتيوب، ما بقاش في ولا منصه يقدر ان هو يوصل للجمهور بتاعه منها. والشيء المرعب اكتر ان هو كان طالع قبلها في فيديو بيقول ان ده هيحصل، يعني هو كان متنبئ بان الكلام ده هيحصل فيما بعد. The attack against me was extremely thorough. It was premeditated by extremely powerful people. The scary thing about it is that you get 3 chances when you attack the Matrix. The first one is they try and shut you up. If that fails, they try and put you in jail for no reason. And if that fails, they kill you. قال ان هم في البدايه هيقفلوا لي كل منصاتي عشان يسكتوني، ولو لقوني ما سكتش وفضلت مكمل هيسجنوني، وفي النهايه هيقتلوني. وزي ما قلت لك الجماعات ديت الموضوع ده بالنسبه لها سهل، بالذات لو انت شخص بتهدد مخططاتهم. فطبعا بعد ما اتقفلت المنصات بتاعته، جمهور اندرو تيت اتاكد ان الراجل ده كان بيتكلم صح، وان هو كده بدا يبقى مستهدف. بدا يوتيوبرز كتير يستضيفوه عندهم، بدا المتابعين بتوعه يشيروا المقاطع بتاعته اكتر، لحد ما جه ايلون ماسك وقرر ان هو يشتري تويتر. واول قرار اخده ان هو هيفك الحظر عن اي اكونت موقوف، وكان ضمن الحسابات دي مين؟ حساب اندرو تيت. فاخيرا اصبح عنده منصه يقدر ان هو صوته يوصل منها. ومن بعدها في يوتيوبرز تانيين بداوا يستضيفوه اكتر، من ضمنهم كان في يوتيوبر عربي من عندنا اخدوا استضافه في دبي، وبعدها يخرج فيديو صادم اندرو تيت مع اليوتيوبر العربي دوت وهما الاثنين في المسجد وبيصلوا صلاه كامله. وهنا بقى الناس اتاكدت ان خلاص اندرو تيت كده اعلن اسلامه. يفضل من بعدها اندرو تيت مكمل، وكل مره بيطلع في فيديو بيثبت لهم ان هو اكثر خطوره عليهم. خطوره اندرو تيت بقى الاكبر ان هو كل ما يطلع في فيديو او في لقاء بيفجر مفاجاه بيفضح بيها اوروبا، بيفضح بيها النظام الغربي، جماعه الماسونيه، لكنه بالكلام دوت حفر قبره بايده. والجماعات ديت مستنيه لك اصلا على كلمه غلطه عشان تمسكك منها، تشوه سمعتك وبعدها هتخفيك. المنهج اللي هم متبعينه دوت مش جديد، ادينا شايفين حد زي الدكتوره ماي صبحي اللي احنا حاليا ما نعرفش عنها اي حاجه، او مثلا عندك اكبر داعيه في العالم الدكتور زاكر، لما لقوا ان الراجل ده
بيشكل خطوره عليهم اتهموه بان هو ارهابي، وده عشان يشوهوا سمعته ويوقفوه عن اللي بيعمله. بنفاجئ في اول الشهر ده ان السلطات هناك في رومانيا بتداهم بيته وبتقبض عليه هو واخوه. الفكره بقى في مشهد القبض عليه ذات نفسه. الراجل ده المفترض انه اتجاب من بيته واتجاب بالليل واتاخد وراحوا بيه على القسم. الفيديو اللي متصور بيبين لك كان في قد ايه صحافه واقفه، كانهم كانوا عارفين ان هو هيتقبض عليه. ده غير ان بعدها الفيديو دوت تقريبا اتذاع على كل القنوات الاخباريه الغربيه. حمله تشويه لسمعه الراجل ده ممنهجه وعلى اعلى مستوى، والتهم الموجهه ليه ما هياش تهم عاديه، لا دي تهم تخليك قدام جمهورك شخص مكروه. يعني حتى مش تهمه قتل، لا دي تهم زي الاتجار بالبشر. ويقال ان التهمه الاساسيه هو ان في بنتين قاصرات راحوا اتهموه هو واخوه بالاعتداء عليهم، وتهمه الاتجار بالبشر ديت يقال ان هي موجهه له من 8 أو 9 سنين فاتت. ايه اللي خلاها تتفتح دلوقتي؟ ما هو كان عندكم من قبل كده. يبقى الثلاث حاجات اللي قالها اندرو تيت حصل منهم 2. قالوا في الاول ان هم يقفلوا له منصاته، ولو ما نجحوش ان هم يقفلوا بقه هيدخلوه السجن، واخر حاجه خالص هيقتلوه. فانا اللي خايف منه ان احنا في الايام الجايه تسمعوا ان الراجل ده اتقتل، وحتى الان القضيه بتاعته ما اتحكمش فيها، فاحنا لسه هنشوف راي المحكمه ايه.